طيب الفريلانس هو مش مجرد موهبة، صح؟ يعني مثلا انا مش كفيديو اديتور مثلا، هو انا عندي موهبة ان انا بعرف ايديت، اوكي. بس هل هو معتمد على الموهبة بس؟ انا عارف ناس عندهم قدرة صبر وتحمل على التعلم كبيرة قوي. جميل. هو حد لسه مش حابب يعني فكرة الفيديو اديتنج، ولا اتولدت مثلا او من كام سنة وانا عاشق لفيديو اديتنج او فاهم عادي. بس انا حسيت ان المجال حلو، وفي حد قريبي او في حد اصدقائي او مجموعة من اصدقائي حابين الكارير، ف الشخص ده بيبدأ يتعلم هو بنفسه، يدخل على اليوتيوب ويتعلم وهكذا، وعنده صبر طويل وخد كتير في الاندستري وبدأ يتفرج ويتعلم ويتعلم. هو في البداية هو مش حابب وما عندوش الموهبة دي او كده، جميل. بس من صبره ومتابعته وقدرته على التعلم بيبقى حد واو، بيبقى حد قوي جدا. الموهبة لو موجودة من الأول ده هيبقى حد بيرفكت قوي. خلاص الحاجة المين موجودة. بالظبط. وفي ناس عندهم موهبة وما اشتغلوش.